ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معكم في قناه كلام كبروس. لو انت مش مشترك في القناه اول مره تشوفنا، اتمنى ان انت تشترك في القناه. النهارده طبعا يا رجاله هنعرف كيفيه تربيه الحمام، وهل تربيه الحمام دي مربح ام لا. النهارده نعرف كل حاجه مع بعض عن ازاي تبدأ مشروع تربية الحمام بتاعك. تمام؟ يلا بينا نخش على الفيديو. يلا بينا. أول سؤال هيجي في بالك، هل تربية الحمام دي مربح ولا لا؟ أول حاجة الحمام عندك بيختلف. الحمام مثلا أنت هتربي ايه مثلا؟ هتربي زاجل للسباق، ولا زينة، ولا تربية تجارة؟ أنا أعرف كل حاجة بالتفصيل مع بعض. أول حاجة الحمام الزاجل. الحمام الزاجل ده كانوا بيستخدموه زمان في السباق وفي المراسلات، اللي هو يعني إيه؟ كمثال زمان كان في الحرب، كان مفيش تليفونات وحاجات زي كده خالص، كانوا بيستخدموا الحمام ده. تمام؟ إن هما بيبعتوا رسايل لحد تاني. ده أول نقطة. تاني نقطة الحمام الزينة. تمام؟ الحمام الزينة بيعتبر إن هو في مثلا كتير منه، مثلا زي الهزاز والشخشولي والنفاخ. في كتير حمام زينة جدا، في كتير زي ما هيتعرضوا كده في الشاشة. كتير بقى أنواع الحمام. تالت حاجة الحمام اللي هو هتربيه عندك كتربية وينتج وتبيع، زي مثلا زي الكريزلي، زي الغزار، زي مثلا الشروندق، الفحمي، الصوافة. في كتير حمام غزار. تمام؟ فكل حاجة كل نوع بيختلف عن الآخر كتربية الحمام. تمام كده؟ في كتير أنواع حمام جدا جدا جدا. في حمام للنش، ده بقى أحسن تربية الحمام. الغواية كلها بيستخدموها، بيربوا الحمام زي النش، علشان النش ذات نفسه. طبعا النش هواية جامدة جدا جدا. طبعا كنا عاملين لكم فيديوهات عن النش كتيرة في القناة، ادخل اتفرج عليها تعرف كل حاجة. تمام؟ نيجي بقى على رقم 2. رقم 2 بقى أفضل أنواع الحمام للمبتدئين. لو أنت مبتدئ وعايز أنواع حلوة جدا جدا تبدأ بيها، في معاك اختيارين. أنت مثلا هتربي في أبراج اللي هي زي دي، ولا في سلكات زي دي. بتفرق جامد جدا جدا. مثلا لو انت هتربي في اوراق، هتعوز ايه بقى في تربيه الحمام؟ هيتكلفك برضه. انت مثلا تعمل برج وتجيب فخار وتجيب، هتكلفك برضه. كل تربيه الحمام بتكلف. لو هتربي حمام تدفع فلوس. تمام؟ الابراج بقى بتعوز فخار وميه. دي احسن تربيه حمام، بس هيواجهك مشاكل جدا جدا كبيره جدا. زي مثلا ممكن ذكر ياخد نتاية غير نتاية، مش هتعرف تفرق ما بينهم جامد. تمام؟ تاني حاجه الخشب او السلكات اللي زي كده. في عندك سلكات سلك وسلكات خشب للتهويه او كشكل. اهم حاجه عندك التهويه في المكان والنظافه ثم النظافه. النظافه ثم النظافه. تمام؟ و السلكات اللي زي كده هتكلفك برضه حاجات، زي مثلا المسقه والاكاله والبياض. دي الادوات بتاعت الحمام. تمام كده؟ في بقى النش. في عندك ابراج زي كده
اللي هي تربي فيها النش. تمام كده يا رجاله؟ النش بيعتبر اهم حاجه عند الغواء. احنا طبعا ما عندناش نش هنا دلوقتي. تمام؟ دي مثلا بتكلفك عيون وبرج وغيه. في بقى السباق زي الزاجل بيكلفك لفت جامد جدا جدا. اهم حاجه للزاجل اللفت، تراب ولفت وميس او كده. تعالوا بقى نخش على اللي بعده. النقطه رقم 3، الحبوب والاكل بتاع الحمام. زي مثلا زي الكلفه بتاعتك دي اهم حاجه عند الحمام. الكلفه طبعا تكون ثاني. الكلفه بتتكون من حبوب مثلا زي الذره والفول والذره العويجه والبسله الخضراء والعدس والقمح اللي هي الغله. تمام؟ طبعا اهم حاجه الاكل الحمام بتاعك. تمام؟ الاكل الحمام بتاعك مثلا انت هتجيب 5 جواز حمام، هيكلفك قد ايه في الشهر كلفه؟ هيكلفك 100 جنيه مثلا في الشهر كلفه. تمام؟ ممكن بقى تزود غير اللي تحتيه زغاليل واللي تحتيه بيض. بيفرق الحمام لوحديه وبيفرق الحمام تحتيه زغاليل، بيفرق برضه. تمام؟ ندخل على اللي بعده. النقطة رقم 4، الوقاية والأمراض. أهم حاجة بقى عشان ما يدخلكش أمراض عندك النظافة ثم نظافة ثم نظافة. تاني، النظافة ثم نظافة ثم نظافة. تركز أهم حاجة على النقطة دي علشان ما يجيلكش أمراض عند الحمام بتاعك. وحش جدا لما يجي للحمام بتاعك مرض زي مثلا الروشة والجدري. وحش جدا جدا. أهم حاجة عندك النظافة. لو أنت بتراعي حمامك وبتنضف، أهم حاجة بقى غسيل المسبح وغسيل المكلف. كل فترة لازم تغسل المسبح والمكلف. كل يوم وأنت بتحط المية تغير المية بتاعت المسبح، تغير المية بتاع الحمام بتاعك كل يوم لازم تغير المية عشان الحمام عندك ينتج ويطلع لك زغاليل ويبيض بسرعة ويكون صحته حلوة. والعلاجات بقى عندك. تمام؟ دي أهم حاجة. نخش بقى أو ندخل على اللي بعده. يلا بينا ندخل بقى على النقطة رقم 5، التكاثر وزيادة الإنتاج عندك. زيادة الإنتاج عندك. لو عايز الحمام بتاعك يبيض زي كده، تمام، والزغاليل تكون زي كده، أهم حاجة الرعاية ثم النظافة ثم الأكل والحبوب للحمام. أهم حاجة، أهم شيء للحمام الأكل. تمام كده؟ أساسي. لو عايز بقى الحمام عندك تحفيز وزيادة التكاثر وزيادة الإنتاج، تديه دكر لبان مثلا، كالسيوم، فيتامينات، دكر لبان. تمام؟ أو مثلا فلفل أسود. ده أهم حاجة. تمام كده؟ ندخل بقى على النقطة رقم 6. الربح من تربية الحمام. زي ما بقولك بأمان، كل تربية الحمام اللي بيربي حمام عامة بيربي علشان ربح الحمام. مثلا انت عندك 5 جواز او 4 جوزين شغالين وبينتج عندك بسرعة يعني، تبيعهم بقى ازاي او تكسب ازاي بمعنى صح. مثلا عندك زغلولين الزاجل دلوقتي اقل حاجة عاملين 200 الاتنين. لما انت يبقى عندك 4 جواز زاجل ويطلع لك مثلا في الشهرين يبقى
كل جوز هيفرغ لك جوز، يبقى انت كده عندك 8 زغاليل. هتروح بقى انت تبيعهم دلوقتي في الشهرين تكسب 800 جنيه. والله بلاش زي ما بقول لك، ربح من الحمام كمشروع. تمام كده يا رجاله؟ تمام. طبعا بقى تبيع بقى الحمام فين او الزغاليل تبيعها فين؟ مثلا على الجروبات اللي هي بتاع الحمام والسوق. تنزل السوق تبيعهم من الجمعة، بس أهم حاجة ميضحكش عليك. ولو أنت عايز تعرف أسعار الحمام أو أسعار الزغاليل اكتب لي تحت في الكومنتات وأنا هرد عليك. سهل. تعال بقى ندخل على النقطة رقم 7. يلا بينا. وطبعا يا رجالة يا مشاهدين يا اخواتي، نقطة رقم 7 اللي هي ايه بقى؟ لايك، اشتراك في القناة، كومنت حلو منك. زي ما بقول لك بقى، اللايك، الاشتراك في القناة، متابعة للتيك توك، اشتراك في القناة الجديدة اللي اسمها كرولوس وليد. تمام؟ لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن تربية الحمام أكتر تبعت لي في الكومنت وأنا هرد عليك. طبعا لو عايز تعرف أسعار الحمام زي ما قلت لك تحت في الكومنتات تقول لي وأنا هرد عليك. ولو عايز بقى تعرف الحمام عندك بيتك كل قد إيه، والزغاليل بتطلع كل قد إيه، والبيض بيفز بعد كام يوم، كل ده قالوا لك في فيديو لوحدي خالص. لو انت عايزينه برضه اطلبوا مني، اطلبوا وانا هعمله لكم. تمام؟ ولو عايز تعرف برضه مواعيد الاكل، مواعيد اي حاجه انت عايزها، لايك، اشتراك في القناه. يا ريت الفيديو يكون عاجبك او يعجبك. تمام؟ سلام.